السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ بتمنى تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم. وكالعادة ما ننسى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا هون يا جماعة نحن بتحضيرات وترتيبات وتنظيف مد جهاز عريسنا ابني محمد. الله هيك ربي يتمم على خير ويتمم على خير لكل مين هيك أفراحه إن شاء الله. ومثل ما لكم شايفين يا جماعة، هلا هيك نحن بعد ما هيك مسحنا غرفة النوم وعم نعمل هيك التنظيفات والترتيبات، حتى بدهم لبين ما يجوا بيت العروس ويجيبوا جهازهم، جهاز العروس، وحتى هيك يعلقوا لها اياه. هلا هون كنا عم نمسح غرفة النوم مثل ما شفتوا بأول الفيديو. هلا هي غرفة البركة كمان هيك البنات أنا عندي كمان عم بيمسحوا عم بيرتبوا، كمان راح يغسلوا الأراضي. ايه يعني مثل ما بتعرفوا يعني التحضيرات بيت العريس بده يكون هيك شي نظيف ومهفهف وهيك روايح الطيبة. هلا شفتوا بعد ما مسحوا الغبرة ومسحوا غرفة البركة وغرفة النوم، صار يشطفوا الأراضي وقربت جاية بيت العروس حتى يعلقولها جهازها. وهون نحن بنسميه اسمه مد جهاز. هلا هون نحن عم نغلق التكميلات، يعني بعد ما هيك شفتوا نحن عزلنا المطبخ وهيك ونقلنا له غراضه وغراض المطبخ. كمان هون عم نكمل له الكماليات، عم نعلق له الغراض. طبعا هون يعني نحن عبينا الغزينة، حطينا له البلور في قلبه، وعبيت له هيك المطربانات شوية مونة. هلا راح تشوفون هون كمان علقنا هيك، حطينا علقت المعالق وقلنا بنعلق له اياهن. ايه يعني هون عم نكمل له هيك الترتيب اللي موجود في المطبخ حتى لبين ما يصلوا بيت العروس يلاقوا البيت هيك جاهز وكله يعني مجهز. عرفتوا؟ هلا هون يا جماعة بعد ما هيك يعني كان منظف المطبخ وكل شي كامل ومسح، بس ما بصير الا هيك اللمسات الاخيرة، يعني هي التمسيحات اني واحد هيك لازم اذا مسك الشغلة اذا كانت مقبشة وهيك. فهون يعني في اعادة هيك تمسيح وترتيب للقطع الكهربائية، يعني اللي يعني شفتوا الواحد بكون موجود، يعني مثلا مسك الشغلة أو شي تكون اتقبشت، هلا هون يرجعوا يمسحوها حتى يكون هيك كل شي نظيف. هلا هي مثل ما شفتوا هيك المطبخ، الحمد لله اني كمان هيك دقينا غزينة حطينا اغراضه وزبطنا الامور، وهيك صار المطبخ بهالوضعية. الحمد لله رب العالمين. هلا كمان يعني لما اجوا بيت العروس كمان صار في ترتيبة تانية، يعني كمان شفتوا يعني كل واحد بيرتب، يعني لما بيجوا بيت العروس بيرجع بيكمل تكميلة الترتيب. هون عم بورجيكم اني حطيت له اغراضه بقلب الغزينة البلور، وهون انا شيرت له سلال حطيتهم على ظهر الغزينة لبين ما نشوف اني لوين يعني وين بدي احطهم. هون هدول المطربانات لما قلت لكم اني لقليفهم وبدي احط له مونة، حطيت له اياهم كمان عبيتهم مونة حطيتهم بالغزينة. وهون كمان حطيت له شوية بلور، يعني اللي اشتريت له اياه بايام الخطبة. هلا مثل ما شايفين هدول هن البلورات حطيناهم بالغزينة، وهيك صار الترتيب والتركيب. الله هيك يا ربي، الله هيك ربي يفرحكم بأولادكم وإن شاء الله بإخواتكم، وهيك الله يديم الأفراح بكل بيت إن شاء الله. هون عم بورجيكم إني أنا هون كنت مسحة غرفة النوم كاملة كلياتها، بس هون بدي أعلق جهاز ابني بالغزينة أو السكرتون، انتو ايش بتسموه. هلا الحلبية بيذكروا كلمة يعني مثلا الغزينة أو سكرتون. هون أنا أخدت فردة مشان إني بدي أعلق له ملبسه لابني. مثل ما بتعرفوا عريس يعني بدي أعلق له طقومته، بدي أحط له أغراضه بالغزينة. وخلوكن معي للأخير حتى تشوفوا الترتيب والتركين. حتى لما كمان هون كان قبل العرس بنهار، لما عم نمد الجهاز، وتاني يوم رحنا على الكوافيرة وبده يصير العرس ابني. هلا كمان انا منزلة مقاطع فيديو، فتابعوا الفيديو. بريد منكم تدعموني بلايك حتى تشوفوا الفيديوهات اللي راح انزلها بعد هذا الفيديو.
وأنا يا جماعة حابة هيك تشاركوني فرحتي بعرس ابني وبجهيزه وتجهيزاته يعني تحضيرات الجهيز، وكمان هيك مد بيته. فحبيت هيك تشاركوني حتى تشوفوا معي إن شلون هيك الترتيبات وشلون هيك نظمنا البيت ورتبناه. وبحب هيك كمان تكترولي من الصلاة على رسول الله، وكمان تكتبولي بالتعليقات ايش رأيكم بالتحضيرات والتجهيز لجهيز ابني. وبحب كمان أقولكم إني خلوكم هيك تتابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفوا شلون هيك كنا بالصالة، حتى هيك الحمد لله رب العالمين إني صار مثل ما بدنا وأحسن. الحمد لله إني كمان يعني كان العرس كتير كتير حلو، والتحضيرات بالنسبة له كانت كاملة، والحمد لله إني صار مثل ما بدنا. هون عم بورجيكم كمال يعني كمالية التضييف بيوم مد جهيز. كمان ضيفنا بوظة وفواكه، الحمد لله كانت سهرة كتير حلوة، وكانت ليلة كتير ما بتنتسى، وكتير هيك كنا فرحانين مع بعضنا ونحن بيت العروس الحمد لله. وكملت فرحتنا الحمد لله وتم العرس يعني بأكمل وجه مثل ما بقولوا. ويعني عقبال هيك كل شاب وصبية، الله هيك كل واحد هيك عنده شاب إن شاء الله بفرح بابنه بأخوه إن شاء الله تعالى، تديم الأفراح بكل بيت يا رب. وهون يا جماعة مثل ما انكم شايفين بعد ما خلصوا بيت العروس هيك مد جهاز بنتهم، هون كانوا رايحين بيت العروس. أنا حبيت هيك أخلكم شوي هيك جولة بالبيت بعد الترتيبات هيك يعني المساوات مد جهاز. هلا هون هي غرفة بصراحة هي الغرفة النوم ما وسعت بنفس الغرفة، لأن الغرف كتير هيك صغار وضيقات، فتوزعت غرفة النوم على غرفتين. فهون صار إن الغرفة هاي مثل ما شايفين فيها المدموجة والتخت، وهون الغرفة التانية نحط فيها الغزينة وغزينة تانية. فهون عم بورجيكم هيك الترتيبات والجهاز اللي علقوه اللي زبطوه كمان البيت العروس. هلا هي غرفة النوم وهي غرفة البركة، وهون صار البيت يعني جاهز وخالص مثل ما نكون شايفين. وبعد ما هيك سوينا لهم هيك طبعا ضيفناهم القهوة والبوظة وحطينا لهم فواكه. فأنا هون كانوا رايحين يعني بيت العروس، فحبيت هيك أسوي لكم جولة في البيت. هون كمان قلت أرتب له بقجة العريس، فمثل ما شايفين عم بورجيكم إني عم برتب له بقجته وعم بجهز له إياها لابني حتى تكون جاهزة يعني حتى لما تاني يوم يوم حفلته تكون جاهزة بقجته. هلا أنا بصراحة ما عملنا تلبيسة، فعمل هيك حفلة صغيرة بينه وبين رفقاته في البيت وقرايبينه يعني المقربين. ايه بس يعني ما عملنا هيك تلبيسة هاي بصراحة يعني، بس أنا حبيت إني أرتب له البقجة حتى لما يعملوا له هيك بين بعضهم يعني الرفقة يعني يلبسوه طقمه ويفرحوا ويفرح هيك بحاله. حتى هيك أنا طبقت له البقجة حتى تكون بقجته جاهزة وطقمه جاهز، حتى لما يلبسوه رفقاته يكون طقمه جاهز. ايه وهون كمان والله يعني لما صارت الحفلة في البيت واحتفلوا فيه رفقاته الحمد لله رب العالمين كتير انبسطوا، وكمان هيك يعني قضوا ساعات كتير حلوة مع بعضهم. وطبعا ما نقصوا شي، كمان حطوا ودقوا وكذا وهيك يعني المهم حفلة صارت هيك صغيرة بس كانت كتير حلوة في البيت والله. وهون مثل ما شايفين يا جماعة صار البيت جاهز. وهون اجا تاني يوم، وهون كنت عم بصوركن برجعتي من الكوافيرة رايحة على البيت حتى ألبس ونتركن ونروح على الصالة. وشفتوا لأني بهالفترة كانوا هون الصالات عم بيبدوا على بكير لأني بفترة آخر وقت من الامتحانات، فكان العرس كمان هيك يعني إنه يبدأ على بكير. ايه ومثل ما شايفين هون كنت خلصانة ورايحة على البيت أنا والبنات حتى يعني نلبس ونتظبط ونروح على الصالة.
وهون يا جماعة لما وصلنا على الصالة الحمد لله رب العالمين صار المناسبة وصار العرس مثل ما بدنا ومثل ما طلبنا، والحمد لله صار يعني الشغلات اللي طلبناها الحمد لله صار مثل ما بدنا وأحسن. وعبال كل هيك شاب وصبية، ويا رب هيك الله يفرحكم بأولادكم بإخواتكم، إن شاء الله الله هيك ربي يديم الأفراح بكل بيت يا رب. والله هون وصلت معكم لنهاية الفيديو. كمان هون هي صباحية ابني الحمد لله رب العالمين، كانت هيك سفرة كتير حلوة، وكانت كتير هيك يعني جمعة كتير حلوة وهادية، ويعني قضينا هيك صباحية كتير حلوة. واشتهيتكم يا جماعة، وما تنسوا هيك تدعموني بلايك وتكتبوا لي بالتعليقات بتجهيزات اللي سويتها بعرس ابني. بتمنى هيك تكتبوا لي بالتعليقات. وهلأ وصلت معكم لنهاية الفيديو، فاستنوني بفيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله، ويلا سلامات.